اهو ده بقى الفلاحة على اصوله، بطعم وريحة زمان ونفس طريقة امهاتنا وعمايلهم اللي ريحته تجيب اخر الشارع. كالعادة حبايبي ما تنسونيش من دعمكم بلايكاتكم الحلوة وتشجيعكم ليا وتعليق حلو زي قلوبكم كده، ويلا نسمي ونصلي على رسول الله. اول حاجة كده انا بجيب هنا نص كيلو من السمنة. تمام كده. بطعم السمنة بتاعتي كده بربع كيلو من السمنة البلدي. حابة تخليها كلها سمنة بلدي براحتك بقى، والمتوفر عندك اعملي. هاخدها بقى اسيحها على النار عبال ما احضر بقية المقادير بتاعتي. هنا معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. المهم يكون مكتوب عليه استخراج 72%، ده اهم حاجة علشان ما يطردش السمنة منه وما يكونش فيه عرق. بنفضي بقى الدقيق بتاعنا. اهم حاجة بقى ان انت تفضيه هنا في طبق يكون ستانلس كده، علشان السمنة هتكون سخنة، ما يتفاعلش مع السخونة بتاعتك. هحط هنا 4 معالق من السكر البودرة. تمام كده. وهقلب بقى كل السكر مع الدقيق بتاعي بالشكل ده. هحط هنا نص معلقة صغير من البيكنج باودر، وما تزوديش البيكنج باودر عشان احنا لسه هنحط خميرة. هحط هنا معلقة صغيرة من ريحة الكحك، كل ده بجيبه من عند العطار، وما تزوديش في ريحة الكحك علشان ما تمررش معاكي. هحط هنا 4 معالق صغيرين من السمسم. وهقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا. كده احنا حضرنا المكونات الجافة بتاعتنا. تمام كده. هنشيلها بقى على جنب او نعمل تجويفة فيها كده ونشيلها على جنب. بعد كده معايا كوباية من المية عادية من الحنفية. هحط عليها هنا معلقة ممسوحة كده من الخميرة الفورية، واحط عليها كمان معلقة من السكر علشان تنشط الخميرة معايا. وهقلب بقى كل الكلام ده كويس مع بعضه واركنها على جنب كده. برضو احنا حضرنا السوائل بتاعتنا. بس كده هنبتدي بقى نجيب هنا السمنة بتاعتنا بعد ما سخنت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس اهم حاجة ما تكونش غلقت. بصي انتي اتأكدي ان هي سخنت معاكي كده لدرجة ان هي ايه، ما تتحرقش معاكي وما تغليش معاكي، ما توصلهاش على كده. بصي حطي حبة دقيق صغننين خالص، يعني حاجة بسيطة خالص في السمنة بتاعتك. لو لقيتي الدقيق غلى معاكي او سخن معاكي كده، طلع فقاقيع صغيرة، يبقى هي كده تمام. اوعي تسيبها بقى لما تغلي وتتحرق معاكي، لا. هنبتدي بنفضيها بقى على الدقيق بتاعنا. بس في المرحلة دي انت مش بتحطي ايدك خالص، انت بتقلبي كده بالمعلقة لغاية اما يبرد معاكي تماما. بعد كده بقى ما يبرد معاكي تماما، هنستخدم ايدينا بقى بكف ايدينا كده، ونبتدي ان احنا نبس السمنة مع الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لغاية اما تبقى في المرحلة اللي هوريها لك دلوقتي. بس اهم حاجة لازم تبسيها كويس جدا بالشكل ده، ومش بكترة السمنة بقى يا جماعة. في ناس بتحط اكتر من نص كيلو على كيلو الدقيق. بتحط اكتر من نص كيلو سمنة على كيلو دقيق. لا، احنا متعودين من اهالينا زمان او امهاتنا زمان كانوا بيحطوا على كيلو دقيق نص كيلو سمنة. فانا لغايه النهارده ماشيه بالطريقه دي. بصوا بقى هتبتدي ان انت تبسي كويس جدا الدقيق مع السمنه لغايه اما تبقى في المرحله اللي انت شايفاها دي، اللي هي ايه، تلاقيها كده تحسي ان انت حاطه لها سوائل. انت اصلا مش حاطين لها سوائل، لا، بس احنا فركناها كويس جدا او بستناها كويس جدا. بحط بقى هنا الروايح اللي انا جبتها من عند العطار، دي ريحه سمنه بلدي، ودي كمان ريحه زي ريحه الموز كده، بيديها لي كده مع روايح الكحك. تمام كده. وحطيت برضو فانيليا. بحط بقى السوائل بتاعتي اللي هي كوباية المية والخمير. ببتدي بقى ان انا ايه، بصوا مش بعجن بقى، بلم بس كده بصوابعي، عشان بعد كده الكحك بتاعك ما ينشفش معاكي ويبقى محجر كده وما يبقاش ناعم. لا، احنا بس بنلم كل حاجة مع بعضها بس كده وخلاص. بس بقى هنخلص بقى كده العجينة بتاعتنا. بصوا انا بلم ازاي، مش بعجن خالص، ده اهم حاجة. كده السوائل بتاعته مظبوطة جدا على المقدار الكيلو دقيق. لو انت عايزاه ناعم جدا جدا هتحطي بس كوباية الا ربع من المية. بنختبر العجينة بتاعتنا ونبتدي ان احنا ايه، نكورها كده ونفردها. لو ما طلعتش تشقق معانا يبقى هي كده مظبوطة. بنعمل بقى الملبن بتاعنا، وده انا كنت عاملاه اصلا من قبل ما اشتغل في الفيديو بتاعي، وده اهم حاجة علشان تكوني محضرة كل حاجتك. معايا هنا نص كيلو من الملبن، بس انا ما استخدمتوش كله يعني. هابتدي بقى ان انا ايه، مع حتة سمنة كده، حتة سمنة سايحة او زبدة، مفيش مشكلة. هنبتدي بقى ان احنا نكوره كده بعد ما عجناه كويس في نص معلقة كده من السمنة. هنكوره كور صغننة كده، ما تكبريش في كرة الملبن بتاعتك علشان خاطر ما تطلعش بره الكحكاية، وده اللي بيخليها تفتح في الفرن ساعة التسوية. تمام كده. بصي بقى انا عايزاكي بقى تليني قطعة قطعة، ساعة ما تيجي تاخدي قطعة العجينة بتاعتك تلينيها الاول على ايدك.
علشان خاطر الجو ساقع معانا والسمنة بتقفش كده بسرعة. لأ، لازم تلينيها شوية على إيدِك قبل ما تحطي الحشوة فيها، علشان خاطر ما تشققش بعد كده لمّا تيجي تضغطي عليها كده وتسويها، عشان تبقى تعرفي إن أنتِ تنقشيها كده. بُصّوا بقى النقشة اللي أنتِ حاباها دي بقى أول نقشة أنا عملتها كانت بهذا الشكل الحلو. بُصّوا عملت كده زي علامة زائد، وبعد كده شكِّلت كل نُص لوحده، أدِت معايا الشكل الحلو ده. بُصّوا أنا كل ما باجيب عجينة باليّنها الأول على إيدي إزاي، دي أهم خطوة لازم تعمليها علشان الجو ساقع، فهتلاقي العجين جِمِد معاكِ. بُصّوا بقى، هتبتدي بقى إن أنتِ تلينيها كده وتحطي الحشوة بتاعتِك، أهم حاجة الحشوة ما تكونش كتير علشان خاطر زي ما قُلت لِك ما يفتحش في الفرن، وده اللي بيخلّيه يفتح ويشقّق معاكِ والحشوة تطلع معاكِ في الفرن. بُصّوا عملت هنا زي مربع في النُص وحواليها كده نقشت بالمنقاش بتاعي. بُصّوا بقى أي نقشة أنتِ بتحبيها اعمليها، وده كمان شكل كده. يعني الفيديو موضّح نَفْسه أهوّة، الرسمة اللي أنتِ حاباها اعمليها. أحسن حاجة بقى في عمايل الكحك إن بيبقى الولاد حواليكِ كده وحبايبِك حواليكِ وتعملوها بقى وتعملوا أحلى رسمات كده في الكحك. بُصّوا بقى الرسمة اللي أنتِ حاباها زي ما قُلت لِك. بُصّوا ده شكل كمان أهوّة، عملت حواليها الأول كده في أول الكحكاية وبعد كده عملت في النُص. حاجة بسيطة يعني، يعني مش اللي هو تشكيل صعب ولا حاجة، لأ هي رسمة بسيطة وتقدري إن أنتِ تعمليها. بُصّوا بقى باخلّص كل الكمية بتاعتي، هنا بقى أنا مش باخمّر خالص، الكحك بتاعي مش بيخمر خدي بالِك، علشان خاطر إيه، ما تدخّلوش الفرن كده وتلاقي الرسمة بتاعته ضاعت خالص. بُصّي بقى هتدخّليه على فرن سخن، هتدخّليه في الرف الوسطاني، هيحمَر معاكِ من تحت، تشغّلي له الشواية تحمّريه من فوق، بيدخل على درجة حرارة 200 يقعد معاكِ نُص ساعة، مش ما تطوّليش عليه أكتر من كده. تسوية الكحك اللي هو المحشي ملبن غير تسوية الكحك اللي هو السادة، خدي بالِك، السادة بياخد وقت أطول من كده، إنما المحشي علشان لو أخد وقت طويل في الفرن بيبتدي إن هو يفتح معاكِ ويشقق كده وبعد كده الملبن يطلع برّاه وينشف معاكِ، خدي بالِك من التسوية. بُصّوا التسوية بتاعته كده مضبوطة، أخد لون من تحت ومن فوق، وشغّلت له الشواية شوية في الآخر علشان إيه، يتحمّر معايا من فوق علشان السِوَى بتاعته ما يتزيدش. بُصّوا ما شاء الله زي ما عملته في الأول، زي ما دخّلته زي ما طلع من الفرن، ما فيش أي اختلاف، الرسمة ما راحتش، ممتاز، ولا فتح معانا ولا شقّ ولا الحشوة طلعت منه نشفت، لأ بجد أحلى كحكة تعمليه، بطعم وريحة أهالينا زمان، بجد المقادير مضبوطة، إن شاء الله هاسيبها لِك، وإن شاء الله تعمليه وكل سنة وأنتم طيبين بنفس الطريقة دي. بُصّوا ما شاء الله ناعم قد إيه، ناعم وتحفة. جرّبوا المقادير دي إن شاء الله تعتمدوها كل سنة، والملبن جواه مش ناشف ما شاء الله تحفة. يا رب يكون عجبكم الفيديو، باتمنى يا بنات لو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وشير مع أصحابكم واعملوا متابعة للصفحة، وقولوا لي بقى بتتابعوني منين وبتعملوه بنفس الطريقة بتاعة أهالينا زمان دي والّا ليكم طريقة تانية؟ إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وأشوفكم على خير في فيديو تاني وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.